يقول: ما حكم قراءة كتب سيد قطب؟ يعني هو سيد قطب الذي أعرفه أن الناس فيه طرفان ووسط. يعني هناك من عظم هذا الرجل وجعله عالما من علماء المسلمين، وجعل قوله متبعا وكتابه يعني مقدما على كتب التفسير وما شابه ذلك من الأمور وكذا. وهناك من الناس من كاد يكفره أو طعن فيه وفي نيته وذمته وما شابه ذلك من الأمور. وأنا أتصور أن الوسط الطيب في هذا الشخص هو من عامة المسلمين، رجل مسلم. ومن قال إنه لا، مجرد أديب، لكن أديب فيه نفس إسلامي، أديب يخاف الله، خلينا نقول أديب يخاف الله، لكن ما درس الشريعة ولا يعرف أحكام الشريعة، لكن كذا وظف الأدب الذي كان يعني يحمله يعني في الدفاع عن الشريعة. يعني هو الحماس الذي تجده لا تجده عند العقاد ولا تجده عند خالد محمد خالد ولا غيرهم ممن كتب في الأدب، تجد أنه متميز عليهم من هذه الجهة، من هذه الناحية. طبعا كان عنده بعض الأفكار اللي هي ردات الفعل هذه اللي هي قضايا التكفير وما التكفير وكذا، يعني توسع فيها جدا بسبب الحماس الذي يعني حمله على هذا الكلام. وأيضا تكلم على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخطأ في حق عثمان في كتابه العدالة الاجتماعية وغيره. فهو يعني لا يصنف في صف العلماء، لا يقال عالم، يقال أديب مسلم، أديب مسلم، وله أخطاء كما له حسنات. وأنا الصراحة لا يعني أنصح بقراءة كتبه يعني على الإطلاق هكذا، وإنما الذي يقرأ كتبه من كان يعني تأصل شرعيا وكذا، قد يستفيد من بعض كتبه من قضية الحماس، قضية الأسلوب الأدبي الذي عنده، لكن ما فيها يعني علم، ما تحصل علم عنده أبدا، وإنما تحصل عنده أسلوب أدبي، لكن علم ما تأخذ علم من عنده. هذا بالنسبة لسيد قطب. هنا سنفوز. وهذا رأس الداعين إلى التكفير في هذا العصر. سيد قطب لا يعرف معنى لا إله إلا الله، والمجرمون الذين يتبعونه ويدعون أنهم يناصرونه ويؤازرونه ويدافعون عنه، يدعون أنه عاش من أجل لا إله إلا الله ومات من أجل لا إله إلا الله، وكذبوا. الرجل كان في بدء أمره شيوعيا صرفا غاليا في الشيوعي، حتى إنه كان يدعو إلى المشي عراه، يدعو المسلمين وغير المسلمين، يدعو الناس إلى المشي في الطرقات وفي البيوت وفي المؤسسات كما ولدتهم أمهاتهم. المقالات موجودة. كان في بدء أمره منكرا لوجود الله، وظل على ذلك 11 سنة ملحدا لا يؤمن بوجود إله، ثم بعد ذلك هدي إلى الإسلام بالمعنى الذي فهمه وصار يدعو إليه، لا يعرف عقيدة ولا يحررها، يجترئ على الأنبياء ويصفهم بالفواحش كما فعل مع سليمان وداود، ويصفهم بما لا يليق كما فعل مع موسى وإبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لا يدري حدود العقيدة الصحيحة، مع أن الوقوع في نبي من الأنبياء ردة مستقلة تخرج من الملة قولا واحدا، لم يشد عن هذا عالم من علماء الأمة. ثم ثنى بالأصحاب فصار يشك في إسلام بعضهم، يقول: ومتى أسلم أبو سفيان يوما من الدهر؟ إسلامه إسلام الشفة واللسان، وليس بإسلام القلب والجنان، بل تورط في الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، ونفى عنه الخلافة الراشدة، وقال: الخلفاء أبو بكر وعمر، وجاءت فجوة في عهد عثمان، ثم جاء علي، فلو أننا جعلنا الأمر متصلا بأبي بكر وعمر وعلي لاستقامت الأمور. فيطعن في عثمان، مع أن العلماء يقولون: من نفى الخلافة الراشدة عن عثمان فهو أضل من حمار أهله. والأمة مخدوعة في هؤلاء وأشباههم من الضلال المضلين، ما زالوا يتحلقون حلقا، يتشاجرون بينهم ويتضاربون ويتقاتلون ويريقون الدماء لعدم فهمهم بمعنى لا إله إلا الله.